عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شريف مارياج، برنامج النية والقلوب الصافية، برنامج الناس اللي باقي كيتمناو يعيشوا مع شريك حقيقي في الحلال. اليوم جينا نهضروا على واحد الإحساس اللي ولا شائع بزاف، ولكن قليل اللي كيعبر عليه بصوت مسموع، واللي هو الخوف من البقاء وحيد. كتفيق في الصباح كتشوف فراشك خاوي، كتحط فطورك بوحدك، كدوز الايام وانت كتقول واش فعلا غنبقى هكا طول حياتي؟ واش الزواج ما مكتبش ليا؟ ولا ياك ما انا السبب؟ ولا الزمان تبدل؟ ولا الناس ما بقاتش صافيه؟ الخوف من الوحده ماشي ديما خوف من الصمت، مرات كيكون خوف من المرض، من الشيخوخه بلا سند، من لحظه طيح ما تلقاش فيها شكون اللي يوقف معاك. وهاد الشيء ماشي غير افكار سلبيه، هذه مشاعر انسانيه كنعيشوها كلنا. ولكن واش نسلموا راسنا للخوف، ولا نحطوا يدينا على قلوبنا ونقولوا يا ربي سخر ليا شريك نعيش معاه ونتهنى؟ الخوف كيبقى غير احساس، ولكن الامل هو اللي كيدفعنا نتحركوا ونجربوا ونعاودوا نحطوا الثقه ونفتحوا قلوبنا للحياه من جديد. وهذا الشيء علاش كاين شريف مرياج، برنامج مبني على الصدق، على الوضوح وعلى الكلمه الزوينه. هذا الشيء ماشي تمثيل، ماشي اعلان، هادو ناس من اللحم ودم بحالكم، باغيين غير شي صدر حنين وسند في الحياه. اليوم جينا نحكيو على جوج رجال محترمين، جاو بكل رزانه وبكل احترام، وقالوا بغينا نلقاو شريك حياتنا وبغينا نعيشو في الحلال. ولكن قبل ما نسمعوا القصه الاولى نخليكم مع العرض ورجعوا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حافظ، العمر 42 عاما، المهنة أستاذ لغة عربية. أبحث عن شريكة حياة مناسبة لي في العمر، لا يهم من أي مكان. أنا من اليمن، وشكرا. حفيد أستاذ اللغة العربية من اليمن، عنده 42 سنة، رجل مثقف هادئ، قلبه عامر بالمحبة والحكمة. كيقول لنا في البداية ديال رسالته دائما كنقول ماشي ضروري الزواج، ولكن مع الوقت، مع الفراغ، مع لحظات الوحدة، عرفت باللي الإنسان خلق باش يشارك الحياة، ماشي يعيش بوحده. حفيظ كيبغي الحياة البسيطة اللي عامرة بالطيبة، وكيوصف شريكة الحياة اللي كيتمناها أنها تكون في سن قريبة من سنو، ناضجة واعية، ماشي مهتمة بالمظاهر ولكن بالعمق والنية، تقدر الاستقرار وتحب تكون أسرة مبنية على التفاهم. ما كيسولش على الجمال ولا على المال، كيقول الجمال كيمشي والمال كيمشي، لكن الكلمة الزوينة كتبقى، والقلب الصافي كيعيش مدى الحياة. رجل كيبحث عن الصداقة قبل الزواج، وعلى الأمان قبل الحب، عن الوحدة في الهدف ماشي في العمر فقط. رجعنا لكم بعد ما سمعنا قصة حفيد. واش عرفتي شحال من حفيد كاين؟ شحال من راجل نقي محترم باغي غير يكمل دينو ويتهنى، ولكن ما لقاش الطريق، وحتى ملي كيلقى تيخاف يتكلم، تيخاف يتفهم غلط. ولكن من هذا المنبر كنقولوا الحفيد، كنقولوا لكل راجل عنده نفس الهم، راك ماشي بوحدك، نية صافية ربي عمرو ما يخيبك. ودابا نخليكم مع تاني عرض ورجعوا لكم. السلام عليكم. الأخت كي دايرة بخير؟ شكرا على هذا العمل ديالك، الله يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك. الاسم ديالي مستعار ياسين، العمر أي السن 62 سنة، الحمد لله بصحة جيدة، رياضي، لا أدخن ولا أستعمل المحرمات، الجنسية مغربية والحمد لله، مكان الإقامة المغرب بالدار البيضاء، الحالة الاجتماعية مطلق ولي ابنة. آه، الحمد لله بصحة جيدة. الديانة ديالي الحمد لله مسلم والحمد لله. المواصفات في شريك حياتي: أولا أن تكون متدينة متخلقة وترتدي الحجاب وتكون عاقر، أبحث عن زوجة عاقر بدون أولاد، السن ديالها ما بين 40 و 50 سنة،
أريد الجواز للتحصن باش نكمل الدين ديالي. أنا شخص هادئ متخلق ومعقول، أحب الصواب. جزاك الله خيرا، جعل الله أعمالك في ميزان حسناتك. بارك الله فيك أختي، شكرا. السلام عليكم. ياسين 62 سنة من الدار البيضاء، رجل ناضج مطلق وعنده بنت وحدة، ماشي راجل ديال الصخب، ماشي ديال لفت الانتباه، رجل هادئ بصحة جيدة كيبغي يعيش ببساطة وكرامة. ياسين ما كيدخنش، ما كيسهرش، ماشي ديال المشاكل، باغي زوجة تكون متدينة مرتاحة مع ذاتها، محترمة وكتلبس الحجاب. ولكن كان واضح في واحد الشرط اللي هو بغيتها تكون عاقر، ماشي لانني ما كنحبش الوليدات، ولكن لاني عندي بنت وكنشوف ان حياتي كافيه بهذا الشكل. باغي سيده في السن ما بين 40 و 50 تكون مستقره في حياتها وكتحس بالمسؤوليه، ماشي باغا تعوض عن الماضي، ولكن بدايه هادئه لحياه جديده بلا توتر، بلا شروط ثقيله. وكيختم رسالته بجمله: ماشي الزواج هو الهدف، ولكن الطمأنينة في القلب، وأنا باقي كنقلب على هاد الطمأنينة. ورجعنا ليكم من بعد هاد القصتين. خاصنا نقولوا الحقيقة، الناس اللي كيبغيو الحلال، اللي قلوبهم نقية، واللي كيفكروا في الشريك ديالهم من باب الرحمة والاحترام، راهم موجودين، ولكن خاصهم فرصة، وانتوما يمكن تكونوا هاد الفرصة. ما تخليش الخوف يوقفك، ما تخليش العمر يخوفك، ما تخليش الماضي ديالك يسجنك. دير ثقة في راسك، في الله وفي النية الطيبة. كيفاش تساهم في المبادرة؟ عمر الاستمارة ديالنا وكتب لنا التفاصيل: السن، الحالة العائلية، طول، الوزن، شنو كتقلب عليه وفين ساكن. ويمكن تكون الحلقة الجاية فيها سميتك، وربما وسط هاد الصوت شي قلب يسمعك. شكرا لكم على الاستماع. حلقة اليوم كانت صادقة، جاية من أعماق الخوف، ولكن مشبعة بالأمل. إلى اللقاء في حلقة جديدة، وخليو نية مزيانة والله يسخر.